يا ابني جزمة بقى كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه المزبلة دي كلها؟ ايه الزبالة دي؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم ادم هاني، خبير في الحياة البرية، وده فيديو جديد. انا عارف ان انا بقالي كتير قوي غايب، وبقول لكم ان هيبقى في فيديو كل اسبوع، وبعمل لكم فيديو كل شهر وكل شهرين، وبروح ما برجعش. وبصراحة الموضوع مش بايدي، عندي شوية مشاكل كتير، وحتى فيديو النهاردة مش زي ما اتفقنا عليه الفيديو اللي فات. قبل بداية الفيديو خليني افكركم بالمقاطعة. احنا مقاطعين، احنا ما نسيناش، احنا لسه مكملين، ويا ريت ندعي لاخواتنا في كل مكان، ربنا ينصرهم يا رب، ويا رب يقدرنا ونقدر نعمل حاجة. ده طبعا فيديو زي اي فيديو قبل كده، ارتجال. انا بفتح الكاميرا وانا مبقاش عارف انا هعمل ايه النهارده، ولكن في دماغي حاجه جامده قوي. بان ناس كتير قوي سالتني يا ادهم ازاي نربي العناكب، انا جايب لك اول عنكبوت انا ربيته في حياتي، بدايتي في تربيه العناكب، وازاي العنكبوت ده معظم هواة مصر القدام قبل ما يبقى عندنا ترانشولات والانواع الكتير اللي بنشوفها دلوقتي كانت ناس بتربيه. فتعالى نشوف هو ايه. هو تقريبا لازم نخلص من الكركبه دي الاول. عندنا هنا شعرين ايميل وورد. انا مش عارف انا ليه بكركب المكان، والله العظيم. هروق كده وارجع لكم. بص، هو انا ما روقتش، انا اتبعت اسلوب خبي اي حاجه تحت السجاده، بس المهم الدنيا تفضى شويه بحيث ان انا اعرف اعرض لكم الحاجه. المهم ان العنكبوت اللي معانا النهارده هو الولف سبايدر او العنكبوت الذئبي. عشان ما اركش كتير عليكم تعال نشوفه. طبعا هو دلوقتي في علبه وضيعه جدا، مش من مقامه خالص، ولكن شايف افتح بايد واحده. تمام، حلو قوي ده. لكن اهو من اجمل العناكب اللي ممكن. يا نهار اسود، اضعض. بص يا سيدي، ده العنكبوت الذئبي زي ما انت شايف شكله عامل ازاي. مش عنكبوت عملاق، ولكنه من العناكب اللي هتبهرك حرفيا بقدرتها في الصيد، سرعة نموها، سلوكها. كائن جامد قوي يا جماعة. زي ما قلت لكم العلبة دي وضيعة جدا لتربية النوع الجامد ده، ولكن احنا النهاردة هننقله في بيت تاني مناسب ليه ونشوف هو بيعيش ازاي. عنكبوت الذئبي او الولف سبايدر من الانواع اللي مش بتعمل كمين، يعني مش بتعمل جحر وتستنى الفريسه تيجي، لا هو بيتجول وبيروح للفريسه بنفسه، يخبط على باب بيتها يمسكها، بيجيب يعني رزقه بعرق جبينه، ما بيستناش لما الحاجه تيجي لحد عنده. فعنكبوت بيعيش بالسلوك ده معنى كده ان هو بيتحرك كتير، فهو محتاج انكلوجر يقدر يتمشى فيه ويتجول فيه براحته. اعتقد ان العلبه دي مناسبة جدا، يلا بينا نجهزها. أي عنكبوت بيحتاج رطوبة هيحتاج كوكوبيت رطب، هنحط له كمية كافية عشان يتعايش معاها. نحط كمان شوية كوكو هاسك زي ما احنا شايفين كده. دي بقى بياخدها يعمل بيها مخابئ يستخبى تحتها. هو مش بيعمل كماين، ولكنه بيحتاج مخبأ. طبعا حتة الخشبة دي ممكن نحطها بأي شكل بحيث إن هي تعمل أي مخبأ تحتها كده. وبكده دي أبسط حاجة أنت ممكن تحتاجها عشان تربي عنكبوت. هي علبة حجمها مناسب للنوع اللي أنت جايبه، ونحط لها ديكور على حسب نوع العنكبوت هو بيحتاج إيه، وأهم حاجة الكوكوبيت اللي هو بيحافظ على الرطوبة. دي الوقت اللي هننقل فيه العنكبوت بتاعنا من العلبة دي للعلبة دي. خلينا نشوف الموضوع هيمشي ازاي. ده انت ابن جزمة بقى. نزل بس كده فل. اوعى تهرب. احلى حاجة في عنكبوت الولف سبايدر ان هو مش بيعرف يتسلق، يعني مش بيقدر يتسلق الجدران دي، ولكن هي دي طبعا قريبة منه فيقدر يمسك رجليه من هنا ويهرب، ولكن لو هو في مكان اعلى من كده مش هيقدر يتسلق ابدا. انا بصور العنكبوت هرب مني هنا، فاحيي جيب الكاتشب بسرعة. اهو مسكناه. تبا جيبه كده بالراحة بالراحة. الموضوع مرعب.
تعالى بالراحة. اهم حاجة الكاتش كوب عشان تمسك عنكبوت. بس زي ما قلت لكم هو مش بيعرف يتسلق اصلا، فانت لو حطه في كوبايه زي كده هو مش هيقدر ابدا يتسلقه. فاحنا نرجعه البيت بتاعه تاني. وخلاص حفظ المكان اللي هو بيهرب منه. يا ابني الجزمة بقى كفاية. احي لا كده كتير بقى كده. لا هناك في بودرة عناكب وشراشير. تعالى هنا. انا تعبت منك يابا، والله تعبت منك، والله بجد تعبت منك. المشكلة قوي ان انت تكون بتعمل بايد واحدة عشان اصور لكم كل ده. تمام تعالى خش. طيب انا هثبت الموبايل عشان اعرف اتعامل بايدي الاتنين. ده دلوقتي نرجعه هنا الانكلوجر بتاعه ونقفل عليه. مفيش فيديو يوتيوب يخلو من الاكشن. المفروض عنكبوت بيهرب وسريع جدا وانا ماسك ايد واحده، ايد ماسك بيها الموبايل وايد ماسك فيها الكاتش كاب. الحق بقى اجري وراه. مشكله بقى ان انا عندي هنا في الاركان انا راشش بودره حشرات. طب يا ادم ازاي انت بتحب الحشرات راشش بودره حشرات؟ لان قبل كده حصل عندي غزو صراصير امريكي فشاخ لي المكان. المحنطات اتاكلت، عندي علب اتاكلت، الركات بتاعت الزواحف كانت مستعمرة حرفيا. كفاية انا تعبت وجبت اخري. العلبة دي مش نافعة خالص، بيعرف يهرب منها، عشان كده حطيته في علبة تانية وهي العلبة دي. هي شبه علبته القديمة ولكنها اكبر شوية. للأسف كل الانكلوجرات المجهزة عندي فيها ترانشولات تانية، لأن جالي أنواع كتير وعناكب جديدة كتير انتوا لسه متعرفوش عنها أي حاجة، لأن الموضوع سر شوية. وبصراحة كده الواحد مبقاش معاه فلوس يجيب علبة بلاستيك حتى، مش هقولك انكلوجر. دلوقتي إن احنا عاوزينه ياكل. أنا عاوز أوريكوا فيديو. يا ابن الجزمة بقى هتهرب من دي كمان. المشكلة إن هي بنوتة، يعني ده مش ولد. فيكو يسألني على أكل العناكب. العناكب بتاكل حشرات، وده عبارة عن يرقات الميل وورم. الميل وورم هو مش ديدان، هي يرقات. اليرقة دي بعدين بتتحول لحاجة تانية وهي الشرنقة. خليني أوريكم الشرنقة الأول. دي هي الشرنقة، تحسها كائن ميت مبتتحركش مبتاكلش. طبعا بيتفصلوا لوحدهم الأول، وبعد الشرنقة دي بتيجي آخر مرحلة وهي مرحلة بلوغ الدودة، واللي بتكون فيها خنفسة. طبعا الخنفسة بتكمل دورة حياتها، بتتجوز وتبيض، والبيض يطلع منه ميل وورم وهكذا. نجرب نرميلها دودة جنبها. فهتعمل ايه؟ اللي حصل ده هو حاجة طبيعية جدا، عشان في ناس كتير بتسألني يا ادهم العنكبوت بعد ما امسكه ما بياكلش. ما طبيعي ما ياكلش، لان انت لما تمسكه هو بيتوتر، هو بيبقى في دماغه دلوقتي ان في حاجة بتهاجمني، انا عاوز اهرب، انا محبوس خلاص في مكان، انا لازم اهرب. فالعنكبوت ده انا عايز اقولك ان هو شرس جدا وشره جدا، وشهيتها مفتوحة للاكل بطريقة بشعة. ولكن انا نقلتها بيت جديد، بقت في مكان غريب، دايما بتحاول تهرب، وكل اللي في دماغها دلوقتي انا عاوزة امشي من هنا. فعلى طبيعي لما احط لها اكل هي مش هتبقى انترستنج خالص ان هي تاكله. عاوز اقول لكم الجو حر قوي وبجد مش قادر اصور، وباخد نفسي بالعافيه، ومكتوم كتمه سودا. المكان هنا عندي حر، انتوا لو ممكن تشوفوا هتلاقوني عرقان جدا، وحاجه بجد مش طبيعيه. اللي انتوا شايفينه دلوقتي هي انها مجرد قاعده بتحاول تهرب بس، لسه ما اتعودتش على البيت الجديد، لسه ما اتأقلمتش. صراحة كان نفسي اوريها لكم وهي بتاكل، ولكن الموضوع ده هيبقى صعب خالص دلوقتي، ومستحيل ابدا تستجيب لاي اكل وهي في الوضع ده. خليني اوريكم كائن جديد هنا وهو الايس بوتس. بصوا على الجمال اللي جاي ده، دي الحلويات حرفيا. بصوا الجمال، شايفين الحلاوة؟ الكائن ده هو الايس بوتس، او بيتقال عليه امل الخشب. بيكور نفسه زي الكورة لما بيحس بخطر، وبعدين بيقدر يعدل نفسه بعدين ويتحرك. هيفتح نفسه دلوقتي ويتمشى. بص شكله عامل ازاي، كائن جميل جدا.
لو ركزنا هنا هنلاقي الأطفال بتاعته، ده تفريخ جديد. والحشرات الصغيرة دي اسمها سبرينج تيلز، اللي هي بتجري بسرعة غير الآيس بودز. بصوا الأطفال الصغننة قد إيه تحفة. نزوم هنا ونقفل عليهم. عملت لكم قبل كده فيديو شورت عن أسد النمل، خمن دلوقتي كده هو يكون عامل ازاي. تعالى اوريك. بص بقى، نفتح دي كده هنلاقي حاجة زي الطوبة، والطوبة دي هي عبارة عن الشرنقة أو بالإنجليش كوكون بتاعة أسد النمل. كائن خرافي. طبعا دي بعد كده هتتحول لحشرة كاملة، وإن شاء الله أبقى أوريها لكم يا إما فيديو يوتيوب يا إما فيديو قصير عادي. ناس كتير بقى هتقول لي ادهم انت المفروض الفيديو ده كنت تتجوز العناكب وهي عنكبوت السان تايجر. حابب اقول لكم ان عندي مشكله في الحوار ده شويه بسبب ان انا الانكلوجر عملته ولكن لسه ما خلصش. وبالمناسبه احنا الفيديو اللي فات كنا حاطيناها في الانكلوجر ده، ولكن حصل بقى مشكله ان هي عرفت تهرب منه، فانا رجعت البوكسر ثيري ريجالس مكانها وهي نقلتها في مكان احتياطي. وعندي خبر ليكم ان انا عملت الجوازه ولكن مش في فيديو، دي فيديوهات من الجوازة. الحمد لله الجوازة نجحت، ولكن أنا كده كده بكرر التزاوج مرة واتنين وتلاتة وأربعة لحد إيه ما الذكر بقى يتوكل على الله مني. فإن شاء الله يكون عندي فيديو يوتيوب فيه تزاوج بس لما الانكلوجر بتاعها يخلص. أنا مش عارف الفيديو كده كفاية ولا لأ، وهل نسيت حاجة ولا لأ، ولا عارف أنا قلت إيه، بس بجد الجو حر وأنا مش قادر. فبكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى ان انت تكون استفدت حاجه، لان بصراحه حاسس ان انا الفيديو ده خرفت قوي، مكنتش مجهز اي حاجه بس انا قلت فيديو وخلاص. عشان يعني ايه بضغط على نفسي ان انا اصور. فادعوا لي ربنا يحل لي مشاكلي اللي عندي، وان مش عارف ايه الشعر ده، يعني انا بقول ايه. المهم بغض النظر عن شكلي ادعوا لي ربنا يحل لي مشاكلي اللي عندي، ونفسي اتفتح للتصوير تاني لان بجد مقفول جدا من كل حاجة. الحر مخليني مش قادر انطق كلمة. المهم ان فيديو النهاردة انتهى لحد كده، متنساش تعملي لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة. ما هي بصوا محدش يركز في كلامي، انتوا عارفين هتعملوا ايه، وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن فيه كل اكونتاتي، تابعوني فيها. وفي مفاجآت قريب يعني هتعجبكم قوي، وحاسس ان انا ناسي حاجة في الفيديو ده بس مش عارف ايه هي. فكان معاك ادم هاني خبير في الحياة البرية، وسلام.